اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا بس عشان كذا حد طلب مني اللانشون، وانا فعلا كنت مجرباه قبل كده ومصوراه، ما كنتش نزلته غير لما اجرب النوع ده كمان عشان اقول لكم كل التجارب فيه بقى، وهقول لكم بالظبط ايه اللي حلو وايه اللي وحش وايه اللي ممكن تجربيه وايه اللي بجد ما تجربوهوش. في الفيديو دوت انا مجربه اللانشون اللي هو العادي اللي هو بالدقيق والبيض والزيت والجبنه وكده، ومجربه كمان اللانشون الفراخ، ومجربه اللانشون اللي هو باللحمه. هقول لكم بقى ايه اللي طلع حلو وايه اللي طلع وحش وكده. انا مجربه من زمان وعارفه بصراحه، بس في الفيديو دوت بقى انا جربت ان انا اعمله مدخن بس. يعني هو ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله خلص قبل ما ادخنه، يعني عملته وسبته في الفريزر وبتاع، قلت لهم انا هبقى افطركم منه وكده، فهو كلوا بقى قبل ما ادخنه، يعني بقى الفن والشفا يعني. اللي انا بقدمه قدامكم دوت اللي هو بالفراخ، بحط فيه لبن بودره ولبن كمان عادي، لو موجود، مش موجود كفايه اكتفي باللبن البودره بس، هو بيطعمه وبيديله طعم حلو جدا. حطي بقى التوابل اللي عندك، المقدار قد ايه؟ بصي انا بعمله بالبركه شويه، بس انا هقولك ازاي انت تحسبيه. بتحسبيه بالقوام. انا هنا حاطه معلقتين لبن بودره بس اللي هو كامل الدسم، وحتى كمان ربع كوبايه لبن، تقدري تستغني عنه وتستخدمه ميه مفيش مشكله، بس انا كان متوفر عندي في اليوم دوت فانا بحب اعمله بلبن فحطيت لبن. تمام، هعيد معاكم المقادير تاني ان شاء الله. بالنسبه للبهارات بقى، انا حطيت واحده مرقه دجاج، وحطيت بهارات فراخ وفلفل اسود وملح. لو عندك توم وبصل بودر تمام زودي. بس كده انا قلبت اللبن مع مع شويه البهارات وواحده مرقه الدجاج، اقلبها كويس، واروح بقى اخدت على قد السوائل اللي انت حضرتيها دي حطي ضعفها فراخ. انا بس هنا عشان انا عامله كميات صغيره جدا على اساس ما تبقاش مكلفه بالنسبه لي، وفي نفس الوقت عشان انا بجرب يعني. جبت بقى كوبايه عندي كده ستانلس، وحطيت فيها ورقه زبده حوالينها يعني ومن تحت كمان عشان ما تلزقش. نسيت كمان اقول لكم ان انا حاطه معلقه نشا كبيره. في اي كميات بقى هتعملي نفس النظام، يعني كميه السوائل ما حطيتش هنا زيت خالص ولا دقيق، عقبال ما افرش الكوبايه بورقه زبده. ورقه الزبده دي مهمه جدا ان انت تحطيها، بس الغلط هنا ان انا المفروض كنت امسح الكوبايه الاول بمسحه زيت على اساس ورقه الزبده تلزق عليها. ضايقتني بقى وانا بحطها وكده، عشان يعني ما جاش على بالي ساعتها ان انا احط معلقه الزيت. ولادي كانوا جنبي اصلا ما يتكلموا معايا وانا سرحان. انا عليت الورقه الزبده كده عاليه شويه عشان هي ساعات بتنفخ وبتعلى لفوق، ولكن انا كنت عامله كميه قليله يعني اساسا ما حصلتش نص الكوبايه في الاخر. بس زي ما تقولي كده لازم يكون عندك طموح دايما. هعيد معاكم بقى المقادير تاني. حطيت معلقه نشا كبيره، ممكن تحطي معلقتين مع ربع كوبايه، معلقتين كمان لبن وربع كوبايه لبن، وحطيت واحده مرقه دجاج وشويه فلفل اسود وبهارات فراخ. حطي توم وبصل، انا ما كانش عندي فما حطيتش بودره يعني، ما حطيتش اي حاجه تاني. وزي ما بقولك بعد ما ضربتهم كلهم مع بعض ضعفهم حطيت عليها فراخ ورحت ضربهم كلهم في او حتى في الكبه، يعني مفيش مشكله، بس انا جربتها قبل كده في الخلاط وكانت كويسه جدا. بصي بقى خدي بالك من السمك كويس قوي، هنا السمك بتاع لانشون الفراخ اللي فيه قطع فراخ فعلا هو سمكه تقيل جدا يعني ما بتصبش. ده معناه ايه بقى؟ معناه ان هنا قطع الدجاج كانت كتير اكتر من السوائل زي ما اتفقنا ان هي ضعفها. تعالي بقى نشوف لموضوع التسويه. هو انا هنا بحطه كده عشان خاطر ان هو ما بيتصبش زي ما بقولك، عكس انواع اللانشو التانية بقى اللي احنا هنجربها مع بعض ان شاء الله في نفس الفيديو، هقول لكم رايي على كله في الاخر. بالنسبه للتسويه انا ما سويتهوش دوت، انا ما سويتهوش في الميه زي ما بسويه عامه يعني في البخار وكده. جربت المره دي حطيته في الفرن، وبصراحه طلع التسويه دي احسن كتير جدا اللي هو في الفرن. بالنسبه للطعم انا هنا جربته نفسه هو بس حطيته لون وعملته بالفراخ بس لونه احمر وشويه بهارات تانية لحمه وكده، لكن عملته بنفس الطريقه، ولكن بدلت بس يعني ما سبتوش ابيض زي ما هو، حطيت بس عليه شويه لون احمر، وكمان حطيت بدلت مرقه الدجاج عملتها مرقه لحمه، هي نازله مرقه لحمه برضو تقدري تستغني عنها وتحطي، وساعتها تحطي بهارات لحمه وبس يعني. بالنسبه للطعم بقى بتاع الفراخ عارفه بالظبط اللي بتشتريه من بره اللي هو النوع النظيف، لانشون الفراخ زي بتاع بره بالظبط، والله حق يعني مش هتفرقيه عنه خالص لو تعمليه بنفس الطريقه، هو نفس الطعم اللي هو لانشون الفراخ الغالي دي. الطريقه دي بقى اللي انا هقدمها معاكم دي انا عملته لانشون عادي جدا بالطريقه اللي هي العاديه اللي هي بيبقى فيه بيض وبيبقى فيه جبنه وكل حاجه، ولكن زودت عليه قطعه لحمه. كنت عامله مقادير صغيره جدا فعشان خاطر احاول ان انا اعمل لكم التجربه دي والله.
هما نوعين انا جربتهم في الفيديو دوت قدامكم، ونوعين كنت مجرباهم قبل كده وهتكلم عليهم برضو واقول لكم ان شاء الله احسن حاجه. بالنسبه لفي نوع بيبقى فيه جيلاتين وكده، فالنوع ده ما عجبنيش ابدا، جربته قبل كده، هو بيسيح، هو حلو وكل حاجه بس طعمه مش قوي يعني لانشون، وفي نفس الوقت هو بيسيح اما تطلعيه بره الفريزر شويه بتلاقيه كده بيلز في ايدك، فبصراحه مقرف قوي بالنسبه لي وما حبيتوش ابدا. نيجي بقى للطريقه دي، انا جبت، هو المفروض جبنه مثلثات والكلام دوت، ولكن انا جبت ب10 جنيه جبنه كريمي من اللي هي السايبه، بتقضي الغرض مفيش مشكله. قد الكميه بالظبط بتاعه الجبنه حطيت عليها بيضتين، على اساس البيضتين تبقى نفس الكميه بتاعه الجبنه. حطيت ربعهم بقى زيت، انا بتكلم كده في العموم عشان انت اي خلاص عرفت الطريقه، اي كميه تقدري تعمليها بالمقادير دي، اللي هو الجبنه قد البيض، ربعهم زيت. وحطيت كمان بقى البهارات اللي هي برضو هتحطي توم وهتحطي بصل، انا هنا حطيت يعني فص توم كده مفروم صغير جدا، على اساس انا ما عنديش توم وبصل باودر. حطيت كمان نشا، نص المقادير بتاعتهم الاتنين، يعني هما يعني قد البيض او قد الجبنه يعني. تمام كده. هحط ايه كمان؟ هحط بهارات لحمه بقى، بس تكون نظيفه وكوني بتحبي طعمها، واللي هيخليكي يديكي نفس نكهه اللحمه وريحه اللحمه قوي. كوبيبه صيني مع مطحون ورق اللورة والحبهان. اصلا تعالي جيبي التركيبه دي كده مثلا هتلاقي شم ريحه لحمه من غير اي حاجه، هتلاقي شم ريحه لحمه كده. بهارات اللحمه بقى هتديكي تطعيمه. لو مش متوفر قوي بهارات لحمه ممكن تحطي 7 بهارات، اظن بتبقى عندكم كلكم. انا كان عندي ورقتين لورا كده على واحده حبهان، ورحت حاطه عليهم بقيه البهارات كلهم على اساس يعملوا سمك، ورحت طحناهم في المطحنه بتاعه الخلاط واستخدمتهم، ادوني ريحه اللحمه بالظبط. يعني ولادي جم قالوا لي ماما ريحه لحمه اصلا ومش عارف ايه، فعلا الريحه فايحه جدا من قبل ما انا كنت اعمل اي حاجه. زودت كمان واحدة مرقة دجاج لحمة، لو مش حابة بقى، ده فص الثوم اللي انا حطيته ده، لو مش حابة بقى تحطي مرقة دجاج عشان في ناس ما بتحبهاش ما تحطهاش. هي دي قطعة اللحمة اللي انا كنت شايلاها، فرمتها برضو في بتاعة الخلاط على اساس تنعم شوية. كبت الخلاط عندي يعني انا عادي بعمل فيها كل حاجة بطلع عينيها يا عيني، بس هي صغيرة يعني فاتفرمت عادي. حطيت يعني هي معلقة، فرقت معايا بصراحة. بالنسبة للتسوية بقى فالطريقه دي انا سويتها بطريقه مختلفه خالص، هوريها لكم دلوقتي. بس يعني قبل ما اخلص عايزه اتكلم معاكم في اللي هو العادي خالص اللي من غير لحمه نهائي. انا جربته هو حلو، وطعمه كمان عامل زي اللانشون بالظبط اللي بيتباع بره، مش هقولك لا، ولكن اللي هو الرديء، رديء قوي كمان. يعني انت يعني اللي هو انت لو واخده عليه، بصراحه انا ساعات بجيبه، يعني انا ساعات ما بجيبش الحلواني وما بجيبش ماركه قوي من اللانشون، فعادي رضاني جدا وكلته وعجبني ما فيش مشكله. بس انا بتكلم على اساس حد ممكن يكون يقرف منه او مش هيحبه خالص، لو هو مش متعود على اللانشون اللي هو العادي اللي هو بصراحه رديء شويه. انا هنا اليوم ده كان يوم مختلف على فكره، وما كانش عندي بقى اللون احمر، فكان عندي لون اورانج شويه كده، قلت مش مشكله، المهم ما يبقاش لونه فراخ يعني، عشان افرقه كده ما يبقاش ابيض. وبعدين كنت هو ده اللون اللي كان متوفر عندي، كان فاضل يعني من شويه، من زمان، من ايام ما كنت بعمل اوردرات حلويات وكده. تقدري طبعا تستغني عنه، بس على فكره الشكل بيدي ايحاء قوي. يعني انت لو هتعمليه احمر او كده وما اتكلمتيش وما قلتيش ان انت اللي عاملاه في البيت، صدقيني هم اولادك مش هيعرفوا، هياكلوه عادي جدا. وبالنسبه للتقطيعه هكلم عليها معاكي برضو، انا كنت هنا بقولك ممكن تسويه باي حاجه. في الطبق اللي هو بتاع الانجليش كيك، مش طبق يعني الحله، مش حله برضو مش عارفه دماغي مش مركزه ليه، صينيه الانجليش كيك. بس انا طبعا عامله كميه صغيره جدا جدا فهتوه في الصينيه. هنا السمك بتاع اللحمه هنا بقى اللي انا حاطه معاه بيض وحاطه معاه جبنه، السمك بتاعه خفيف شويه لان طبعا في مقادير تانية. البيض هنا والجبنه هيعوضوا شويه كميه اللحمه. انا في الفراخ حطيت كميه فراخ يعني تعتبر ضعف كميه السوائل، لان انا كان عندي شريحتين بانيه وعملت ايه على اساسها. هنا ما كانش عندي لحمه طبعا غير معلقه، فعملت برضو على اساسها بقى ايه الطريقه دي اللي هي فيها بيض وجبنه. يا رب ما كنتش رغايه، يا رب تكونوا فهمتوا مني حاجه، ولو اي سؤال اكتبوا لي في التعليقات معلش يعني استحملوني وهنا جربت سويته على البخار، الحقيقه النتيجه كانت افضل في الفرن. يعني ما تحاولوش تجربوا اللي هو على البخار، اللي في الفرن احلى كتير، احلى كتير جدا. الحمد لله والشكر لله كان ربنا كرمني الفرن شغال، فانا ظبطته. يعني ظبطت الكوبايه نفسها هي وحطيتها في الفرن على درجه حراره بقى متوسطه كده وسيبيها، حتى ما خدتش وقت معايا زي اللي على النار من فوق.
اتكلم معاكم بقى عن الطعم اللي هو فيه اللحمه دي. طعمه كان حلو جدا جدا جدا، يعني انا هنا وانا بقطعه دوقته لولادي عجبهم جدا، ودوقته لجوزي عجبه جدا والله، وعجبني جدا. حتى جوزي قاعد يقول لي لا ده تحفه وممكن تنزليه في الاوردرات، والله تدعيه يعني عشان مدارس وكده، بجد حلو جدا وهيعجبهم قوي. بالنسبه للتقطيع، هو انا سكاكيني كلها عامه مش حاميه، بس انت لو معاكي السكينه حاميه وبالاخص لو كانت مشرشره هتقطع معاكي تقطيع متساوي وحلو جدا. بالنسبه للطعم بقى يعني هنا كنت بدوقه لاولادي اهو، وجوزي كمان عجبهم جدا بجد والله. بس انا هقولك بقى للامانه، هو طعمه هنا اللي هو قطعه لحمه بنفس المقادير اللانشون العادي اللي من غير لحمه، بس انا زودته هنا زي ما بقولك لحمه، وطعمه حلو جدا 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 وهيرضي اولادك هيعجبهم. ولكن هو مش طعم لانشون قوي، يعني هو طعمه ممكن يكون مدي على كفته شويه، مدي على كفته شويه، فاللي هو طعمه حلو جدا وهيعجبك وكل حاجه، بس مش يعني مش مقارب قوي للانشون. بس هل انا هكرره تاني؟ هكرره تاني بصراحه، يعني ان شاء الله لو ربنا يكرمني. انا كنت عامله حسابي كل فتره كده، مثلا كان عندي بانيه بشيل جزء، انا يعني عامله حسابي ان انا ان شاء الله هبقى اعمله، فايه شايله وكده. ويوم ما كنت عامله مكرونه بشاميل برضو رحت شايله منها معلقه كده وقلت ايه هعمل، لكن انا لو هعمله من اساسه بقى مش عامله حسابه وشايله ليه يعني، لا هو هيكون مكلف. فانتي يعني ممكن تعملي بدائل كتير قوي للسندوتشات غير دوت، هو مش موفر، ولكن لو ولادك انت هتعملي من الناحيه الصحيه، ولادك بيشبطوا في اللانشون وكده، فانت عايزه تعمليهم يغطي عن اللي انت تشتريه من بره، فتمام. نهايه رايي بقى بتاع الفراخ طبعا عجبني جدا جدا جدا، حتى وهو متنكه باللحمه فهو افضل كتير، وان شاء الله جربيه بالطريقه دي هتعجبك جدا. متشكره قوي لو وصلتي هنا لحد هنا، والسلام عليكم.